انت بقالك 14 سنه في ايطاليا وما زال مقشف، وهفضل اقول لك انت مقشف. عاوز تعرف انت مقشف ليه؟ بص على منظر ضوافرك وبص على منظر سنانك. ومع احترامي للصنطه اللي انت منها، بلد جميله وناس كويسه، ولكن انت المفروض سفير لمصر كلها. راجل طالع بالمنظر اللي انت، اللبس اللي انت لابسه المعفن ده، انت ايه فين دماغك؟ 14 سنه يا حبيبي، 14 سنه. ده انا بقالي شهرين بس هنا في الامارات وراكب عربيه ثمنها ملايين. انت عبيط يا ابني؟ ده اللي موجود هنا في دوله الامارات بسم الله ما شاء الله، الناس اللي بقالها 3 4 سنين راكبين روز رايز، راكبين بس يا استاذ عمرو ما اطلعش اشتغل عشان ضفري ما تعجبكش. انا شغال بالمله، شغال بكسر، شغال بهد، شغال بعمل. ما نطلعش نشتغل ونطلع نلم جتتنا على المطاعم ونطلع نفتح لايفات ونطلع نلم جتتنا على الناس عشان ناخد فلوس كده. تمام؟ حوار سناني بعيد عنك، مدمن قهوه ومدمن سجاير عشان كنت بصحى طول الليل وبالنهار شغال. تاني حاجه، بقالك شهرين ازاي في الامارات وجبت عربيه؟ ليه؟ شغال تاجر اعضاء؟ فاتح هناك شقه تعرف الناس على بعضها؟ بتهرب حاجه؟ ده انت لو بتكلم واحد اهبل مش هيصدقك. تالت حاجه، انا لو عاوز اجيب عربيه اجيبها من بكره تحت رجلي. العربيات هنا مش بفلوس، اروح بعقد العمل بتاعي اجيب احلى عربيه تخطر على بالك وادفع كل شهر 200 300 يورو. ده انت جاي تتكلم في كلام بتنجان. حوار اللبس، انا بصور وانا شغال، بس اقسم بالله انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات دي. يعني الطقم اللي انت شايفه انا لابسه ده اهو، نايك اير ده اهو، عامل له 10. يعني ما تعرفش انت تلبسه. اللبس عندنا الحمد لله، الناس اللي بتشوف الواحد وهو لابس وهو خارج هتعرف الواحد بيلبس نضيف وبيلبس نضيف قوي. تالت حاجه، انت ما انتش راجل. واقسم بالله وحياة رب انت بالذات ما نحلك الا ما تخش الحبس، لان انت بتعرض لهم اكل عيشك. ازاي الواد ده ما خشش الحبس؟ مش عارف في ايه، مش عارف. واحد زي ده رمى جتته على نص المطاعم، راجل غلط فيا بدل المره 1000 عشان انت خدت بقول انت بتاكل عيش ناس. ما خشش الحبس ليه؟ دلوقتي انت هربان في الامارات، اقسم بالله لا هطلع على السفاره هنا. الحمد لله انا عارف انا اعمل ايه وما هحلك انت بالذات، لان انت وباء. طلع تقول بتاع في شهرين 2 في الامارات. طب احنا نحقق بقى، عاوزين حد يحقق. بقاله شهرين في الامارات وجاب عربيه ازاي؟ شغال هناك بيعرف الناس على بعضها، ولا فاتح ولا بيهرب اثار ولا ايه بالظبط؟ ما انت تقول لي يا عمرو، ده انت جاي تسلمني نفسك. شهرين 2 في الامارات وجاب عربيه بملايين. اقسم بالله انت ما لاقي تاكل، ولو لاقي تاكل مش هتطلع تقل من نفسك كده. تلقوا عيشها في زمن هتشوفوا نجاحها واحفظها من الزواج. لكن انت بقالك 14 سنه قاعد في ايطاليا ولسه جايف. مع احترامي لكل واحد شقيان عشان انتوا واخدين الحته في الملف، ولكن الراجل الشقيان اللي يبان عليه نعمه ربنا، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اني احب ارى اثر نعمتي على عبادي. نعمه ربنا عليك فوريها للناس ايه اللي فيها. لكن انا جايف وقاعد في عزبه الصفيح وقاعد الكلام ده كله، لكن احنا قاعدين في عاصمه النجاح في الوطن العربي في الامارات. تحياتي للامارات. ولكن انت هتفضل جايف وقاعد في منطقه جايفه وهتفضل معفن يا سويسي يا اللي ما. فكل ما انا تطلع ايه تشتم فيا، صح؟ رساله للمحاميين بتوع مصر اللي اشتكوا سوزي واشتكوا العيال الغلابه. رساله لاي محامي راجل بوكله عني في عمرو جله. رساله لوزاره الداخليه، انتوا سايبين الواد ده ليه؟ دلوقتي بيقول لك انا اشتريت شقه في الامارات في برج خليفه. هو كان قاعد في زريبه اصلا واشترى عربيه ب 2 مليون جنيه. ازاي؟ من اين لك هذا بقى؟ ده انت لو شغال هناك راجل بتعرف النسوان على بعضيها مش هتجيبهم، بتغسل اموال لحد برضه مش هتجيبها. بتعمل ايه انت بقى؟ فين وزاره الداخليه المصريه؟ فين المحامين بتوع مصر؟ الراجل طلع غلط فينا اهو. انت راجل طلع يقول لك انا بقالي شهرين اشتريت ده لو واحد اهتم بيتكلمه. ده احنا بقالنا 14 واللي بقاله 10 سنين بيقعد في وسط 6 7 رجاله في اوضه عشان يوفر جنيه يبعته لاهله. وانت طلع تقول على انا جايف ليه يا جلي؟ جايف ليه؟ انزل شوف الخير اللي عندنا دي يا معفن يا. قاعد هنا في ايطاليا عنده مره وبنتين 2 والحمد لله مستوره، عايشين احلى عيشه وبنلبس احسن لبس وبناكل احلى اكل. سيبك من هدوم الشغل اللي احنا بنطلع احسن. شغالين بنكسر وبنهد وبنشيل خرسانه عشان ناكلها بالحلال. مش زيك بتروح ترمي جتتك على الخل. الواد ده لو متحب وحياه امي ما انا حلك على البرنامج ده لما تتحبس وحياه امي. وعاوز اشوف محامي راجل جدع يقول لي انا اهو ويرفع عليه قضيه بحق بجد وحقيقي وياخدوه. وعاوز اشوف وزاره الداخليه تاخد الواد ده، لان انت اقسم بالله اوسخ من انجبت الارض. جبله